من أخطر ما يفسد سعادة الإنسان في الحياة هو أن يكون ضعيفاً من الداخل، يعني أن تحزن بسرعة، أن تتغير نفسيتك من أي كلمة، أن تتعلق بأي إنسان، أن تبالغ في كل المواقف، أن تكثر الشكوى والضجر، وأن تهيم بكل ما يعجبك. وهكذا تكون شخصاً هشاً من الداخل، مهزوم نفسياً دائماً. علاج القوة النفسية يكون بقوة الإرادة وعمق الثقة، ألا تحبط من الدنيا وإن ضاقت عليك مخارجها، ألا تهتم بالبشر وإن خانوك أو خذلوك، أن تقول: يا رب أنت حسبي وكفى. المحارب ليس فقط من يحمل السلاح، بل أيضاً من يملك القوة العقلية والنفسية للتغلب على نقاط ضعفه وإخفاقاته من أجل المضي قدماً. كن حامداً، فقد سمع الله لمن حمده. لا ترخي إذنك لمن هب ودب، فكل فكرة تسمح بدخولها عقلك أنت المسؤول عنها، وليس من أدخلها عقلك.